محمد، ازيك يا استاذ حضرتك؟ اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. عامل مشاكل انت يا محمد كتير. بتعمل مشاكل، انت عارف يا كابتن. قول لي يعني ايه اللي حصل، وفي نفس الوقت يعني بتفكر ازاي الفتره اللي جايه؟ ايه اللي حصل؟ كابتن حسن شحاته قال لك ايه؟ انا عارف ان انت اتكلمتهم في التليفون اكتر من مره، وكابتن اسماعيل يوسف. والله يا كابتن زي ما حضرتك قلت، يعني انا اتكلمت مع الكابتن بس انا ما كنتش اقصد حاجه. قول لي بالظبط اللي حصل ايه، عشان برضو يبقى الناس تحكم. هل يعني انت غلطت ما غلطتش؟ واكيد كابتن حسن شحاته لما خد قرار باستبعادك من المعسكر اكيد في حاجه زعلته منك يا محمد. والله يا كابتن انا بعد ماتش حرس الحدود ده اتكلموا معايا، الكابتن اتكلم معايا قبل الماتش. كابتن اسامه لقيته بيقول لي في التمرين اتمرنت ولا هتلعب الشوط الثاني. فالمهم جيت الناس لسه بنتمرن كده الشوط الثاني، الناس بتنزل وانا ما نزلتش. فكنت متعصب شويه، بدات اتكلمت مع الكابتن انا ليه ما لعبتش؟ فقال لي رحت قلت له انا ليه ما لعبتش؟ فقال لي انت لسه مش جاهز وكده. قال لي لسه مش جاهز. قلت له طب انا اروح على المنتخب جاهز وكده. قال لي روح وكده. ممكن كان في حاجه في كلامي، بس انا ما كنتش اقصد حاجه ان الكابتن يزعل مني ولا اي حاجه. كل اللي انا اقصده بس اللي انا عاوز العب. هو بص يا محمد، احنا اتكلمنا مع بعض في التليفون انا وانت، وبقالنا يومين بنتكلم وانت عارف انا مش ولا حاجه عليك ولا حاجه على الكابتن حسن. هنقول الطبيعي اللي بيحصل دايما. اي مدرب بيبقى عايز مصلحته وعايز مصلحه اللعيب. وانت كان بقالك فتره بعيد، كان بقالك حوالي شهرين ونص عندك اصابه قويه، قطع في العضله الضمه ورجعت. ودايما المدرب يبقى خايف على اللعيب. يعني انت لما كنت موجود وسليم كنت بتشارك على طول وبتنزل الشوط الثاني وموجود ومؤثر. هو كابتن ما كنتش اقصد انت بس كنت بعد الماتش ومتعصب، فرحت قلت له انا ما لعبتش ليه، فدي اكيد هتزعله كاي مدرب. انا كان نفسي ان انا العب بس واشارك، ارجع ابقى موجود العب هنا عشان ابقى موجود في المنتخب زي اي حد. ما اعرفش اذا كابتن يزعل مني، ما كنتش واخدها من الناحيه دي، كنت متعصب. بس يعني كان غصب عني، ده حق اللي انا ابقى عاوز العب. ما هو ده ما حدش قال لك ان هو مش حقك طبعا ولازم تلعب. بس دايما الجهاز الفني بيبقى عارف امتى يشرك اللاعب. مثلا خايفين عليك اللي انت ممكن ما تكونش معاهم في الماتش اللي جاي مع افريقيا سبورت، فمش عاملين حسابك اللي انت تلعب عشان ما تتعورش تاني. انا ما كنتش اعرف كده يا كابتن. طبعا انا كنت اعرف ان انا كنت مفكر ان انا هبقى موجود معاهم. يعني محدش قال لي كده. لو حد فهمني كده ما كنتش اقدر اتكلم طبعا. يعني هو حاجه كويسه ان هم دخلوني. ما كنتش اعرف كده خالص. انا كنت مفكر ان انا هبقى موجود معاهم وهبقى ان شاء الله اشد في الفتره دي عشان ابقى موجود معاهم في الماتش. ما كنتش اعرف ان انا بره الماتش خالص. يعني بعد ما اتكلمت معاه بقى كان رد فعل كابتن حسن ايه يا محمد؟ هو كابتن حسن قال لي خد شنطتك وامشي. ولقيت الكابتن حماده كلمني قال لي انت اتمرن في النادي الساعه 11. وبروح اتمرن مع كابتن عمرو كل يوم الساعه 11 في النادي. كابتن عمرو مطراوي. وان شاء الله. طبعا انا ما اقدرش ازعل حد مني زي كابتن حسن يعني. لا وانت يا محمد انت لعيب مميز ولعيب كبير، وانت لسه صغير كمان. يعني لازم الحماس يعني برضه لازم تمسك اعصابك في بعض. ما كلنا كنا بنلعب ولما كل واحد كان بيبقى احتياطي كان بيزعل. وعلى فكره النهارده كابتن محمود الخواجه ضيفنا النهارده اللي هيكون معانا بعد شويه كان مدربي. وكنت وانا صغير لما بزعل قوي اللي هو مثلا ممكن، بس هو بيبقى ليه وجهه نظر. واحد لما كبر وفهم مفيش مدرب عايز يخسر. ممكن يكون في حد في مكانك اجهز منك دلوقتي، فهو وانت لسه راجع من اصابه فخايف عليك. فاهم قصدي يعني؟ ما كنتش افكر في كده خالص يا كابتن. كنت بفكر ان انا عاوز العب بس. وانا طبعا يعني انا مش عاوز الكابتن يزعل مني. كابتن حسن لا ان شاء الله ان شاء الله. اسماعيل ده اخويا الكبير وده مع الجهاز كله والله. يعني الحمد لله ما بحبش حد انا مش عايزك بس ايه يعني يبقى في مشاكل كتير يا محمد عشان ما تبعدش. انا وبعدين ما يحطكش في خانه اللي انت راجل بتثير مشاكل او بتتكلم في موضوع اللعب او عدم اللعب. فاهم قصدي؟ انا بتكلم مع حضرتك عشان اقول للكابتن حسن او اي حد في الجهاز لو كنت انا غلطت انا بتاسف لهم كلهم عشان ما حدش ياخد عني فكره وحشه. لا ان شاء الله. وفي الاول وفي الاخر انا متقبل اي حاجه يعملوها، بس اهم حاجه ما حدش يزعل مني وبتاسف للناس كلها. لا مفيش حاجه يا محمد ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. وانا تحت امرهم وفي اي وقت واي حاجه يقولها لي الكابتن انا مش معترض عليها خالص. بس اهم حاجه ما حدش يزعل مني. يعني كان حد خد كلامي بطريقه ثانيه انا ما كنتش اقصد كده خالص والله. وانا لو كان حد خد كلامه بطريقه ثانيه فانا بتاسف له بس مش اكتر. ده يا محمد انت لعيب مميز وان شاء الله بالتوفيق ليك. واهم حاجه بس رجلك تكون كويسه الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. الاصابه كويسه مفيش حاجه يعني؟ لا الحمد لله تمام. يلا شد حيلك في التمرين يا محمد. الحمد لله. شد حيلك في التمرين. بنشكر كابتن محمد ابراهيم لاعب